السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل في الفيديو مع بعض تفريز الصلصة أو تخزينها تقعد معاكي أكتر من سنتين وتلاتة، من غير ما تمرر معاكي ومن غير ما حطيت عليها بنجر ولا أي إضافات. شايفين الجمال ده؟ دي أحلى من بتاعة الشركات، كفاية إنك ضامنة جودتها ونظافتها. تعالي بقى أقولك النهاردة الأسرار اللي تخليكي تحتفظي بالصلصة بتاعتك أكتر من سنة ومن غير ما تمرر معاكي. تابعي معايا الفيديو، هقولك كل الخطوات والتركات اللي تخليها تطلع معاكي بالجودة والجمال ده من غير ما نحط أي بنجر. أول حاجة أنا جبت هنا الطماطم بتاعتي، أنا جبت كمية كبيرة يا جماعة، كانت في القفص عاملة 5 جنيه. أنا مش عارفة انتوا هتسموها عندكم قفص أو عداية، المهم ان هو زي اللي في الصورة المصغرة في أول الفيديو. أنا جبت كمية كبيرة من الطماطم، أخدت منها جزء عملته صلصة والباقي سبته للاستخدام اليومي بتاع البيت. أنا هنا جبت الطماطم وغسلتها تحت مية جارية مرة واتنين وتلاتة، وشلت العنقود أو الزهرة اللي فوق الخضرة دي، شلتها منها كلها وبدأت أغسلها كذا مرة عشان أشيل منها أي رملة. عرفوني الطماطم عندكم بكام الكيلو؟ خليكي ست شاطرة وهاتي الطماطم الأيام دي، لأن الطماطم بتبقى ده الموسم بتاعها، بتبقى سعرها رخيص جدا وتقدري تخزني منها كمية كبيرة للصلصة طول السنة من غير ما تشيلي هم إن هي سعرها يرفع فجأة. أنا بشتري كمية الطماطم اللي تكفيني أعملها صلصة لطول السنة. طبعا كلنا عارفين إن في أنواع مخصصة للتخزين من الطماطم، وهي النوع اللي اسمها جرجاوي أو النوع طماطم اللي هي بتبقى شكل البلح. لكن أنا النهاردة في الفيديو مش بشترط عليكي نوع معين، هنخزن أي نوع طماطم ويفضل بنفس الطعم والجودة والريحة كمان واللون لآخر كيس صلصة تخزنيه. هنا انا كنت جبت الطماطم وشلت العنقود من فوق او الحته الخضراء دي، وحطيتها سليمه زي ما هي في الحله من غير ما نضيف اي ميه، وحطيتها على نار هاديه في الاول. واول ما بتبتدي تخس شويه الطماطم بغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي. هتعرفي منين ان هي استوت؟ بتجيبي الطماطم وتقطعيها كده بالمعلقه، لو تلاقيتيها قطعت معاكي بسرعه يبقى هي كده استوت. بصوا انا هنا بصفي الطماطم من الميه اللي نزلت منها، المية دي هي السر اللي يخليكي الطماطم بتاعتك ما تمررش منك. انا بنشل كل الطماطم من المية، طبعا المية دي احنا في استغناء تام عنها بنرميها مش بنحطها في الصلصة بتاعتنا. تابعوا معايا الخطوات عشان نعرف ازاي نعمل احلى صلصة، احلى من بتاعت الشركات. بصوا انا هنا بصفي في مصفى ستيل تكون اخرامها واسعة، بلاش تحط الطماطم بتاعتك في مصفى سلك ناعمة لانها هتدوخ. واحدة واحدة كده بشيل كل كمية الطماطم اللي عندي. انا هنا اضطريت اعملها وهي سخنة لان انا كنت مستعجلة عشان اصور لكم الفيديو، لكن انت تقدري تستني لما تهدى خالص وتبدأي تشتغلي في باقي الخطوات. انا هنا صفيت باقي برضو كمية الطماطم عشان انا كنت عاملة حوالي 3 حلل كبار من الطماطم. بصفي كل كمية كده جزء بجزء وبرجع اصفي الباقي. انا هنا بحاول اوسع للطماطم كده للفتحات بتاعه المصفى اللي عندي عشان انزل المية بسهولة. انا مرضتش احذف خطوات عشان لو عندك كمية كبيرة من الطماطم تعرفي تتصرفي معاها ازاي زي انا عملت في الفيديو معاكم. طبعا انا هنا بوريكي ان انت ما ينفعش ان انت تهرسي الطماطم كده، عشان لو انت هرستيها كل العصارة اللي جوه الطماطمية هتنزل في المية اللي المفروض تترمي، فبلاش نهرسها، خلينا نقلب واحدة واحدة لحد ما نصفي كل المية اللي فيها من غير ما نهدر من الطماطمية بتاعتنا. انا هنا نقلت الطماطم اللي صفتها خلاص من المية في الحلة اللي كنت سالقة فيها. هنا دي كمية المية اللي طلعت عندي من الكمية الأولانية اللي صفتها، هرمي المية دي وارجع أكمل باقي تصفية باقي الطماطم اللي عندي. بصي أنا هنا بحاول إن أنا أقلب الطماطم عشان أنزل المية بسهولة من غير ما أعصر الطماطمية والعصارة اللي جواها. انا هنا سرعت الفيديو من غير ما احذف خطوات عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. انا عايزاكي تشوفي كل الخطوات من غير ما تملي ولا تزهقي. انا هنا شلت المية اللي برضو طلعت من الطماطم بعد التصفية وبدأت اعصرها بالهاند بلندر. طبعا ما عصرتش كل الكمية مرة واحدة عشان الهاند بلندر بتاعي ما يبصش، خدت حبة حبة وعصرتهم كده بالهاند بلندر وبعدين بصفيها في المصفى الستيل. والاحسن ان انت تجيبي مصفى اخرامها واسعة، لان لو مصفى سلك الناعمة الضيقة دي هتدوخك جدا على ما تصفي جزء صغير من الصلصة. وانا هنا بعد ما صفيت كل الطماطم حطيت عليها كمية صغيرة من السكر عشان طبعا تعادل الحموضة بتاعة الطماطم، وكمان حطيت ملح. طبعا يا جماعة المية اللي احنا رميناها اصلا في الاول دي بتبقى مليانة املاح وبتخلي طعم الطماطم مش حلو خالص وبتكون مر، عشان كده احنا اتخلصنا منها. حطيت هنا ملح اهو.
طبعا الملح والسكر انت بتحطيه على حسب كمية الطماطم اللي انت عملتيها صلصة. انا مش بحدد لك معيار معين، لكن في الطبيعي ما تكتريش ملح او سكر، لان الملح كده ولا كده انت لما بتيجي تعملي الصلصة في الطبيخ بتاعك بتضيفي ملح تاني عشان مثلا لو الخضار يبقى برضو طعمه حلو، ما يكونش مثلا الصلصة مالحة زيادة والخضار ملوش طعم. فأنا كده ولا كده برجع أحط ملح تاني وقت الطبيخ. حطيت كمية برضو من الزيت صغيرة، الزيت برضو يعتبر مادة حافظة زي الملح والسكر، لكن أنا ما حبيتش أكتر من الزيت لأن أنا برضو وقت الطبيخ بضيف كمية من الزيت، فعشان ما يبقاش الطبخ كله زيت. هنا الصلصة بوريكي شكلها قبل ما احطها على النار، شوفي حلوة وجميلة ازاي. انا هنا سبتها، كل اللي عليكي وانتي حطيها على النار انك تقلبيها كل 5 دقايق كده تقليبة، وطبعا بتحطيها في الاول على نار متوسطة وبعدين بتهدي النار عليها. انا عايزة الصلصة بتاعتي تكون تقيلة ومتماسكة، مش عايزاها خفيفة نوعا ما. فلكن انتي لو حابة ان انتي تخففيها اقل من كده شوية، وعايزة تعرفي ان قوامها وصل للقوام المناسب للصلصة، بتشوفي كده على ظهر المعلقة بتحطي كمية من الصلصة وتعملي بايدك خط، لو الخطين لموا على بعض يبقى هي لسه محتاجة كمان شوية على النار، لكن لو ما لموش يبقى هي كده تمام، وتقدري في الوقت ده انك تشيليها من على النار. انا سبتها تتقل معايا شوية لان انا بحبها تكون كثيفة عشان ما تاخدش معايا مكان كبير في الفريزر. انا هنا بوريك ازاي تعبيها بكل سهولة. بتجيبي كده كوباية او دورق يكون واسع وبتحطي جواه الكيس اللي هتفرزي فيه وتبدأي تعبي. طبعا احنا يا جماعة مش بنعبي الصلصة بتاعتنا ونفرزها والاكياس تكون الصلصة تكون سخنة، لا انا بستنى لما تبرد، لكن انا هنا كنت مستعجلة فوريتك واحد كده او اتنين معاكي، لكن الباقي هفرزه في الاكياس لما الصلصة بتاعتي تبرد. انا هنا باخد الكيس وبلمه كده واحاول ان انا اخرج منه كل الهواء على قد ما اقدر يعني، عشان الصلصة بتاعتي اقدر ان انا احفظها مدة كبيرة في الفريزر. وممكن برضو تحفظيها في البرطمانات الزجاج، لكن البرطمانات الزجاج بنعبي على طول الصلصة من على النار في البرطمان وهي لسه سخنة، دي تعتبر خطوة تعقيم وحفظ للصلصة جوه البرطمان. ولو حابة البرطمان يديكي تكة كده زي تكة البرطمانات بتاعة الشركات، أول ما تعبي الصلصة في البرطمان والصلصة لسه سخنة، بتقلبي البرطمان على الظهر من ناحية الغطا وتسيبيه. مع أول استخدام ليكي للغطا بيديكي تكة كده أو فرقعة صوت، كده معناه ان الصلصة كانت محفوظة بشكل كويس. انا هنا بوريكي كيس تاني اهو. طبعا الكيس بتفرزي فيه الكمية اللي حباها، لكن انا ما حبيتش املي الفريزر عندي اكياس من الصلصة، فانا وقت الاستخدام باخد الكيس مثلا، انا شايفة ان الكيس ده يكفيني طبيخ مثلا اسبوع لان الصلصة عندي كثيفة، فانا باخد معلقتين 3 للطبخة بتاعتي وبزودهم من الشوربة او المية اللي انا هعملها في الخضار بتاعي، وببدأ ان انا احتفظ بالكيس اللي فضيته دوت في علبة عندي في التلاجة، وبفضل استخدم منها طول الاسبوع مش بيجرالها اي حاجة، لان طبعا احنا مخزنينها بطريقة كويسة جدا. عايزاكم كلكم تتشجعوا وتفرزوا الصلصة بطريقتي، وبإذن الله تدعولي لما الصلصة تقعد معاكم لحد آخر السنة. هاتي الصلصة أو الطماطم الأيام دي وفرزيها اعمليها صلصة، هتنفعك جدا لشهر رمضان الكريم بإذن الله، هتوفر عليك وقفة كبيرة جدا في المطبخ. أنا هنا بوريكي إن أنا سبت كمية من الصلصة وسبتها تتقل أكتر كمان من اللي أنا كنت بعبيها معاكم في الكيس، عشان لو حابة تعبيها في برطمان وتسحبي منها معلقة بمعلقة زي بتاعة الشركات تقدري تعمليها كده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تنوريني باشتراكك في القناة عشان تشجعيني أكمل باقي الفيديوهات.